عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة رابعة، عاملين ايه؟ هناخد النهاردة درس جديد اسمه عالم النبات. هنعرف النباتات بتتكيف ازاي مع البيئة الخاصة بيها. هنتكلم عن أمثلة على التكيف التركيبي في النباتات. أول حاجة هنتكلم عنها هي شجرة المانجروف. مالها شجرة المانجروف؟ أول حاجة البيئة بتاعتها بتعيش في المية المالحة، يبقى أنا المانجروف البيئة بتاعتها إيه؟ مية مالحة. طب التكيف التركيبي قال لك جذورها طويلة وقوية، يبقى أنا عندي الجذور بتاعت شجرة المانجروف تبقى طويلة وقوية. طب فايدتها إيه؟ قال لك الصمود أمام الأمواج. طب يبقى أنا جذورها دي الطويلة القوية فايدتها إن هي الصمود أمام الأمواج العالية والشديدة. اللي بيحصل الجذور دي طالما طويلة وقوية فبإيه بتقف وتصمد أمام الأمواج. بعدين عندي زنبق الماء. زنبق الماء ده البيئة بتاعته اللي هي المستنقعات. يبقى أنا عندي بيئة زنبق الماء بتعيش زنبق الماء ده فين؟ في المستنقعات. قال لك أوراقه عريضة. يبقى عندي أوراق زنبق الماء ده إيه؟ أوراقه عريضة. أوراقه إيه؟ عريضة. بتطفو فين؟ تطفو على سطح الماء. طب فايدتها ايه الاوراق العريضه دي؟ قال لك امتصاص قدر كبير من ضوء الشمس. يبقى انا فايده ان الاوراق بتاعتها عريضه ان هي ايه؟ امتصاص قدر كبير من ضوء الشمس. بعدين عندنا شجره الصنوبر. شجره الصنوبر ديت اللي هي شجره اللي بيسموها في الاعياد، يعني السنويه، اعياد الميلاديه، اللي هي ايه؟ شجرة الكريسماس، اللي هي بتكون شجرة ايه؟ شجرة الصنوبر. طب شجرة الصنوبر بتبقى شكلها ازاي؟ البيئة شكلها مثلث. يبقى شكلها مثلث بتبقى ايه؟ البيئة بتاعتها البيئة الثلجية زي ما احنا شايفين كده. البيئة بتاعتها الثلجية. طب التكيف التركيبي قال لك الشجرة مثلثة الشكل. طب ليه مثلثة الشكل؟ قال لك فايدتها سهولة انزلاق السلوك فلا تنكسر فروعها. طب أنا لو شجرة عادية والثلج وقع عليها فروعها ممكن تنكسر، لكن ديت إيه؟ مثلثة، فبتسهل انزلاق السلوك. بتسهل إيه؟ انزلاق السلوك فلا تنكسر فروعها. وعندي أوراقها إيه؟ أوراقها إبرية عشان عدم فقد الماء بسهولة. دي إيه؟ لعدم فقد الماء بسهولة. يبقى أنا عندي إيه؟ الصنوبر البيئة بتاعتها ثلجية. التكيف التركيبي بتاعها إن الشجرة مثلثة الشكل لسهولة انزلاق السلوك فلا تنكسر فروعها، وأوراقها على شكل إبر لعدم فقد الماء إيه؟ بسهولة، ما تفقدش المية بسهولة. بعدين عندنا التين الشوكي. ماله التين الشوكي؟ البيئة بتاعته إيه؟ قال لك البيئة بتاعته صحراوية. طب التكيف التركيبي قال لك لديه أشواك حادة زي ما احنا شايفين كده في الصورة، باينة جدا إن الأشواك الحادة، وعندي غطاء خارجي خشن. فايدتها ايه؟ منع الحيوانات من اكله. موجود اشواك وغطاء خارجي خشن. ليه؟ منع الحيوانات من اكله. بعدين عندنا النخل. ماله النخل؟ قال لك البيئة بتاعته برضو ايه؟ صحراوية. يبقى أنا عندي البيئة بتاعته ايه؟ صحراوية. التكيف التركيبي بتاعه ايه؟ قال لك عنده جذور سميكة وأوراق صغيرة. فايدتها ايه؟ الصمود أمام الرياح الشديدة. يبقى أنا عندي جذور سميكة بتبقى تحت الأرض، فايدتها الصمود أمام الرياح الشديدة. يبقى أنا مما سبق هنستنتج حاجة. إيه هي الحاجة دي؟ إن النباتات تختلف في شكل إيه؟ جذور وسيقان وأوراق. ليه؟ ليتكيف كل نبات مع ظروف بيئته. يبقى أنا عرفت إن النباتات تختلف في إيه؟ في شكل الجذور والسيقان والأوراق، ليتكيف كل نبات مع ظروف البيئة بتاعته، زي ظروف الصحراوية، الظروف الثلجية. مثلا لو هي في مية مالحة، فأنا عندي كل حاجة بتختلف على حسب البيئة بتاعتها، والتكيف بتاعها بيختلف. وبكده يكون خلصنا الدرس بتاعنا اللي هو عبارة عن التكيف في النبات. احنا عرفنا التكيف التركيبي اللي في النبات، وعرفنا ان هو بيختلف من بيئة للتانية.
بس وكده يعني هنكون خلصنا جزء كبير من التكيف.